مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا كنت بعمل لايف عن الحدود النفسيه. اولا تعريف الحدود النفسيه، يعني ايه حدود نفسيه يا كوتش ايمان؟ هي الخطوط او الارشادات اللي بتحميك من الضغط العاطفي والارهاق، وهي عباره عن خطوط واضحه انت بتحطها لنفسك وللاخرين في اي علاقه اجتماعيه. هي ما تقبله وما ترفضه. الحدود النفسية ما هو مقبول بالنسبة لك ومناسب ومتناسب ومتفق عليه عاطفيا وفكريا واجتماعيا، سواء وأي حاجة بتديلك راحة انت بتحس فيها، هي دي حدودك، راحتك. ان انت في اي علاقة عارف ايه المتناسب معاك وايه اللي هيريحك وايه حدودك في العلاقة دي. هي دي الحدود. انواع الحدود: في حدود عاطفية، كيف تتعامل مع مشاعرك ومع مشاعر الاخرين، دي اول الحدود، حدود عاطفية. الحدود الفكرية اللي هي هل تحترم افكارك وارائك وهل تتقبل الاختلاف مع الآخرين. في حدود اجتماعية، هي كيف تحدد وقتك وتفاعلاتك وعلاقاتك مع الآخرين. رابع حاجة الحدود الشخصية اللي هي مساحتك الشخصية اللي انت تقدر تتحكم فيها. طيب ليه يا كوتش إيمان بنحتاج نعرف الحدود؟ عشان تمنعنا من الوقوع أو إن احنا نعمل أي علاقات غير صحيحة، وبتساعدنا إن احنا نقول لأ دون الشعور بالذنب، وبتحمي طاقتنا النفسية والجسدية، وبتحسن من احترامك لنفسك وبتزيد ثقتك بنفسك. عشان كده كلنا لازم نعرف حدودنا النفسية كويس. طيب كيفية وضع الحدود النفسية: أكون واضح وصريح، أعرف أقول لأ. أكون واضح وصريح وأعرف أقول لأ. استخدام عبارات مباشرة مثل زي إيه؟ ده مش متناسب معايا، مش مناسباني طريقة التعامل دي، انا ممكن اعمل لك الخدمة دي بس مش دلوقتي، في وقت تاني هو ده اللي يناسبني. لازم تكون عارف نفسك كويس، ما ترهقش نفسك في اي علاقة، هو ده المهم. تتعلم تحترم انت الاول حدودك، لان اي علاقة بره هي انعكاس لاحترامك لحدودك ونفسك. يبقى علاقاتنا الخارجية هي انعكاس لينا. زي ما انت تحترم نفسك وبتقدرها وعارف حدودها كويس وما بتشعرهاش دايما بالذنب، اللي حواليك انعكاس بقى لاحترامك لذاتك. طيب ازاي؟ ايه التحديات اللي بتواجهنا واحنا بنعمل حدود؟ اول حاجة الخوف من الاحباط، لان انت دايما هتشعر بالذنب والدونية وتأنيب الضمير. ازاي انا اعمل حدود؟ انا مش متعود على كده، بس انا عايزاك تصر على كده عشان صحتك النفسية. تاني حاجة مقاومة الناس اللي حواليك. كل الناس اللي حواليك هتبقى مستغرباك، ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتغيرت كده ليه؟ انت بقيت اناني؟ لا، انا بصحح اوضاع كان المفروض اعملها من الاول. فما تتقبلش اي انتقاد. تالت حاجة الوعي المستمر. وعيك باحتياجاتك ونفسك هيخليك دايما ابديت ان انت تجدد في حدودك وتبقى ليك ردود فعل مختلفة. عارف حدودك كويس في علاقاتك، لان وعيك بيعرفك احتياجاتك، وبالتالي هتعرف اي علاقة بتدخلها ليه. طيب يا كوتش ايمان، عايزة اقول ان معرفة حدودك النفسية ولاحترامها وان انت تحترم حدودك، ده شكل من اشكال الرعاية الذاتية. الرعاية الذاتية ليست انانية، بل هي وسيلة جيدة لتحسين جودة حياتك وعلاقاتك مع الاخرين. يبقى علينا احترام. طيب يا كوتش ايمان، خطوات لمعرفة حدودك النفسية. اول حاجة في الخطوات دي هي تقييم مشاعرك.
اسأل نفسك دايما امتى اشعر بعدم الارتياح او التوتر؟ امتى اشعر بعدم الارتياح او التوتر؟ ايه المواقف اللي تجعلني غاضب او مستنفذ عاطفيا؟ ايه الاشياء اللي بتحفزني وبتشعرني بالراحة؟ 3 اسئلة مهمين لازم نسأل نفسنا واحنا بنعمل الحدود. اول حاجة تقييم مشاعرنا. تقييم مشاعرنا ازاي؟ ان انا هسأل نفسي امتى اشعر بعدم الارتياح او التوتر، ونجاوب ما المواقف التي تجعلني غاضبا او مستنفذ عاطفيا، ونجاوب ايه الاشياء اللي بتحفزني وبتديني احساس بالراحة. لازم نكتب ونجاوب يا جماعة، هيريحنا جدا. خطوة رقم ب تحديد الأولويات. أسأل نفسي هل تفضل وقتك الخاص على التفاعلات مع الآخرين؟ هل تفضل وقتك الخاص على التفاعلات مع الآخرين؟ رقم 2 هل تحتاج إلى مساحة التعبير عن مشاعرك بحرية؟ نجاوب يا جماعة. فكر. تالت سؤال بقى، فكر في الأمور اللي انت بتكون يعني اكتر ضرورية واهمية بالنسبة لك. ايه الامور الاكتر اهمية وضرورية بالنسبة لك؟ الخطوة بقى رقم ج عشان معرفة حدودنا النفسية، التمييز بين الراحة والواجب. يعني ايه يا كوتش ايمان؟ يعني حدد اذا كنت بتقوم باشياء لارضاء الناس اللي حواليك الاخرين على حساب نفسك. حدد او حددي اذا كنت بتقومي باشياء لارضاء الاخرين على حساب نفسك. مثال هديهولكوا عشان تعرفوا تجاوبوا على السؤال ده. يعني هل توافق دايما على طلبات الاخرين برغم ان انت لا تمتلك الوقت او الطاقة؟ انت بقى اللي هتعرف تجاوب، وساعتها هتعرف تعمل حدود ازاي. التعلم من الماضي. راجع مواقف تتعرف فيها ان الاخرين تجاوزوا حدودك. ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف لحماية نفسك؟ التعلم من الماضي، موقف حصل، هنراجع الموقف ده وانت شعرت بايه مع الاخرين، وازاي هم كانوا متجاوزين في حدودك، ولو رجع بيك الموقف كنت هتتصرف بشكل مختلف ازاي. نكتب ونجاوب، وهستنى استجاباتكم على الصفحة. كان معاكم كوتش ايمان، كوتش علاقات، على صفحة الوعي.